ويا صباح النور والسرور والحاجات السمحة اللي في الدنيا الكل. نحاول نبدو نهارنا والفيديو برشا طاقة إيجابية باش نتغلبوا على الحاجات السلبية كسوا أشخاص وإلا أحداث. وانتم مش عاملين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. إن شاء الله راكم مستمتعين بالصيف كما نعرف. يعيشكم على كلامكم، على لي كومنتار متاعكم، على دعواتكم الولدي. ربي يحفظكم وربي يبارك لكم، الله لا يوريكم سوء في العزاز عليكم. أنا الحمد لله على كل حال لاباس، واللي جاي من عند ربي راهو الكل خير. كما شفتوا مازلت في دارنا، مازلت ما روحتش لداري. عملت قهوتي واستمتعت باصوات الصباح واصوات الطبيعه وركحت مخي. عملت لحظات تامل قبل ما يفيقوا كنز وغالي، ورجعت حساباتي، ومن بعد وكلت كل شيء على ربي. قلت له يا ربي العمل عليك. لهنا عندي شويه صابون حطيته في الماشين. وبالنسبه للفيديو اليوم راهو داخل بعضه، باش تلقوا لقطات ماهمش كاملين هكا. حاولت نجمله في المونتاج باش يظهر لكم كيما مستنسين فيديوهات غالي، سينو راهو يعلم ربي بالحاله اللي منتجت فيها الفيديو، مش اللي صورت فيها. خاطر وقت صورته انسانه كيما تعرفوني مليانه بالامل، تقول خالتي قلبك مليانه بربي بالحق. ما اذيتش العباد، ما تصورش العباد باش تبيني، نفرح لغيري، نفرح لفرحه العباد، نحب نشوف العباد فرحانه. مليانه وقتي مليان بصغيراتي وبداري، ما عنديش وقت باش نتولها بالعباد ولا باش نحسد العباد ولا باش نشوف الحاجه اللي في يد غيري. نشوف كل الحاجه اللي ناقصتني نحب نكملها بقدره ربي، بالدعاء، بالادخار، بحسن التصرف. المهم الحاجه اللي نحطها في مخي تبدا ناقصتني نوصلها باذن الله تعالى. وعليش هذا كل؟ خاطر قلبي سمح ونيتي صافيه وما نحسدش وما نبغضش. على مثال نقولوه، ما نعرفش اسكو تعرفوه ولا، يمشي بنيه تخرج على سلام. بريف، كيما نعرفوا توا وقت النعناع، وسك خالاتي وماما ما يعيشوش في المتلوي، ونحنا طقسنا ما شاء الله العباد تشيح، فما بالك النعناع. يمكن هذه الحاجة الجميلة الوحيدة انه ما عندناش نداء، معناها الحاجات نخافوش عليها باش تفسد وكل. دونك كل عام في الوقت هذا تاخذ خالتي، واحدة من خالاتي والا امي الموجود في البلاد، ياخذ كونتيتي كبيره متاع نعناع ويشيحها، ومن بعد تتقسم على خالاتي ومامو. بيان سير انا معاهم. بالنسبه للطريقه كما تشوفوا، ناخذوا ربطه النعناع نحو منها الورقه الصفراء وكل ورقه الكحله والكل، نخلو كان الورقه اللي تحلى في عيننا، نحطهم فوق حاجه مشبكه والا فوال، نحطهم في بلاصه ما توصلهاش الشمس باش يشيحوا. هذوما نحيتهم للتاي الاخضر، وتو نوريكم من بعد كيفاش شاح اخضر ما شاء الله. انديري منحيتو، سيرتو كي تغسلوه هكا بالماء يطرى، وانديري منحيتو النعناع. لهنا عملت فريكاسي، شاركتها معكم الطريقه، وتو نخليلكم الرسات على جنب. لهنا نقولوا وقت طويل، كل انسان يستنى في حاجه طولت عليه المده، نقولوا يا فريكاسي يا يو. دونك انا اليوم عملت فريكاسي، يحبوه الصغار، خفيف ويجي وجبه متاع غدا والا عشاء صيافي. وكيف نقولوا صيف نقولوا برج دلاع، احمر حلو صيافي بارد يرد الروح، حصيله مناسب في جميع الاوقات في الصيف، وساعات يكون وجبه رئيسيه مع شويه خبز، وهذه حاجه من الحاجات الجميله والبنينه في الصيف. دونك لهنا باش نقسمه نص باش نخبيه، والنص الاخر باش نقصه ترونشي. بما انه في دار العائله الكبيره الاراء برشا وكل واحد يحب نوع، دونك قررت باش نقصهم ترونشيات بالقشور متاعهم، وكل واحد ياكل كيما يحب. المهم برج دلاع احمر حلو وبارد. ونودكم ومشاهيكم باش نعطيكم سر للصغيرات وما يحبوش الدلاع كيف كانت بنتي. كانت تحب الفراز ما تحبش الدلاع، اش نعملها جي، نحطوها فيه كعبه فراز وبرشا دلاع، ونقولها جي متاع فراز، وتشربوا وهي فرحانه وحاسه روحها اني تشرب في كاس جو دو فراز. وكيف نقولوا عشويات الصيف طويله سيرتو في دار العائله، لازمنا حاجه خفيفه وبنينه وبارده، سيرتو تحضر في ساعه كل يوم وقسمات. اليوم حبيت نعمل كريمه متاع بنان باش نزينها بالكاكاوية. عرفتوها كريمه الزمن الجميل، اكل تتشم قبل ما نذوقوها، هذيك اللي حبيت نعملها انا اليوم. هذاك علاش اختار كريم ديسير لا باتيسير، حبيت نعملها فاني ونعمل فيها كتيرات عطرشيه على غالب. لقيت عند ماما كان بنان، صبيت الكريمه نتاعي في صحايفات وزينتها بشويه كاكاويه من فوق وحطيتها تبرد، ويا سلام على البنه.
لهنا حبيت نوريكم النعناع كيف شاح، شوفوا ما شاء الله اخضر. وحبيت زاده نوريكم الفوالا اللي شيحناه فيه، فوالا منقب باش يبدا متهوي ويشيح في ساعة. ولهنا شوية النعناع اللي هزيتهم عملنا بيهم كويس تاي منعنع يعمل 66 كيف. وبما اني ام سيرتو البريود هذه لازمني نلقى الحلول باي طريقه، وبيان سير لازمها حلول تري صغيراتي. سيرتو غالي، ما تصوروش قد شنو متاثر البريود هذه. وهذا الكل قبل الكنترول، خاطر الطبيب عطاه 15 يوم بعد نمشي نعمل كنترول. بعد الكنترول قلبت الحياة 180 درجة، الحمد لله على كل حال. دونك لهنا كيما تشوفوا حاولت نخلق له جو باش ما يقلقش، والكل سورتو انه هو مستانس يعوم في النهار اكثر من 4 مرات. حصيله البيسين يبدا ماشي عليه جاي غالي. حسوا 3 ايام الاولانيين صبر، من بعد صايي معناها شد في حكايه الدوش بصفه غريبه. ولقيت له هذا الحل الانسب. هو ماهوش الحل الانسب الحقيقه، اما حسيته هو باش يتفرهد شويه. مالغري تعب لي انا خاطر اللي واقفه عليه بالواقف على ايده باش ما تمسش حتى قطره ما والكل. المهم نخلق له جو خاطر بدا يفد. اخر 3 ايام قبل الكنترول فد بصفه غريبه. وكيف كيف لهنا هكا نحاول هكا نخليه يشارك في شويه نشاطات في الدار، كيما اليوم عندنا هكا باش نظفوا الجرده والكل. خليته يشارك باش هكا كما يقلقش وما باش ما يحسش روحه عاجز. خاطر قلت لكم دارنييرمون ولا يحس روحه عاجز. الحاجه اللي خلته ما عادش يعدل على ايده معناها بالبلاتر ولا يعمل بها كل شيء، وهذه حاجه مخوفتني على الاخر. سيرتو انه الكام تاعو هو صعيبه، اما شنو باش نعملوا بالله صغير وما يفهمش وسخانه وكان عامل بروجرام طاح الكل في الماء. والغلطه الكبيره اللي عملتها انا انه نهار اللي ماشيين للكنترول، هذا نهار اللي ماشيين للكنترول عملت له عظام وعملت له درع، عملت له فيه شاميه وجلجلان والكل فطرته وماشيين. انا مهيئه روحي على انه غالي باش نحي البلاتر، خاطر سالت شكون نفس الكام تاع غالي قالوا لي راهو صغير في ساعه ما يبرا والكل، دونك راه في الكونترول باش يحي له البلاتر. دونك انا مشيت فرحانه باش غالي ينحي البلاتر ومهيئته هو زاده ديجا تصور هذوما نصور فيهم على اساس غالي ولدي باش ينحي البلاتر. اتفاجأت كي دخل باش يصور، قلت لي انا قاعده فوق الكرسي ونشوف في تصويره في ايد ولدي لهنا، نشوف في الكسر مازال كيف ما هو، العظم مقسوم على زوز كأنه أول نهار ولدي يتكسر. وقتها كانت لي صدمة. طبيب تلمو شوف فيا هكا مصدومة والكل، نحس في روحي صايب باش ندوخ. يقول لي يا مدام راه كنترول. لهنا غالي عامل بلانينغ هذاك الاول نتاع 15 يوم، شوفوا يعمل في الكروه بايده اليسار. حاسيله يستنى وقتاش يكمل 15 يوم وليدي. في البلانينغ الثاني قال لي انت يا ماما اعملي لي الكروه والكل. تحسوه نقولوا نحن بلغتنا تملح، ما عادش معدل على ايده جمله. وتحسوا الغلطه الكبيره مني انا، خاطر انا اللي هيئته انه باش يمشي ينحي البلاتر. وسبحان الله الواحد قد ما يعيش يتعلم، سورتو لو من الساعه تبقى لاخر لحظه تتعلم. وما عنديش تجارب، ما عنديش تجارب سابقه انا في الحكايه هذه والكل. دونك وانا كانت لي الصدمه الكبيره كي زادوا الطبيب 3 أسابيع، وانا كحسبتها صغير في عمره هو يبقى البلاتر في ايده 36 يوم في السخانه، هو الكبير ويفد فبالك الصغير. الحمد لله على كل حال. وبالحق العبد اللي يتعلموا في لحظات البلاء اللي ما تعلموش سنين الكل في لحظات الرخاء، والحمد لله على كل حال. المهم وليدي ده تبرا يا ربي تبرا ويبقى كان كلام برغم عجزي في اللحظات الاولى. سبحان الله راهي الام يلهمها ربي القوه. انا التجأت لربي وثقت فيه برغم راهو ولدي راهو مش كان الابتلاء جاني في ولدي، جاتني في برشا حاجات في نفس البريود. هذاك علاش قلت لكم عجزت، ام بعد التجأت لربي سبحانه وتعالى ونعرف انه ربي ما يخيبنيش. وفعلا ربي سبحانه وتعالى ما خيبنيش وخرجني من ضيق للفرج. وبعد ربي سبحانه لقيت ميمتي هي اللي قوتني وقفت على رجلي ورجعت ام غالي اللي تعرفوها. قلت مادام صغيرات يشوفوا فيها سوبر ماما لازمني كانوا نكون سوبر ماما، ما عندي حتى حل اخر، يا نكون سوبر ماما يا نكون سوبر ماما. ورد بالكم يمشي في بالكم الكلمة ربي سبحانه وتعالى كي قال الجنة تحت أقدام الأمهات، يحكي على الأم اللي جابت؟ لا لا لا، يحكي على الأم اللي جابت وربت وسهرت وحنت وكبرت
وفرحة لصغيراتها وتنحي من فمها وتعطيهم كبار وصغار، وما زالت تضحي لآخر نفس في حياتها. وأصلا هي الأم من كثر الحنان اللي يعطيها لها ربي في قلبها، مهما يكبر صغيرها ديما تشوفه صغير، وديما تحب تشوفه فرحان وخير من الناس الكل وفايت الناس الكل. والأم الوحيدة اللي تحب تشوف روحها خير من الناس الكل كان مع صغيراتها، تحبهم ديما خير منها. هذه الأم اللي تستحق اني تكون الجنة تحت اقدامها. انا هكا كيفاش ربتني مامتي، ولتو ما زلت تحبني انا خير منها هي وخير من الناس الكل، وهي هكاكا كيفاش ربتها ميمتها، وانا هكا كيفاش باش نربي صغيراتي. وانتم اذا عندكم مفهوم اخر للامومه بربي احكوا لي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ودعواتكم الغالي ولدي. سلام.